سلام سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده وتكونوا مهنيين وانتم تشاهدوا معايا في فيديو اليوم. واللي جيت نشارك فيه معكم هذا الحلوى من العصر او من الوقت الجميل كما يقولوا. حلوى تقليديه معسله، توال مسخانه هذه اللي رانا فيها هذه الايام. معناها لا شيكولا لا غاناج لا بريستيج، حاجه بسيطه جدا بدون قالب، اي واحد يقدر انه يديرها ويتحصل على النتيجه اللي يحبها. اذا تبعوا معايا راح نحتاجوا اولا الى كاوكاو ابيض ندخلوه للفور تاعنا يتحمر شوي بركه ونطفيو عليه. من جهه اخرى راح نبداو في العجينه تاعنا، واللي فيها 3 كيلات ممسوحين من الفارينه مع كيله ناقصه زبده تكون ذايبه وبارده بحراره الغرفه، ما ديروهاش سخونه ياسر. وعندنا نفس الكيله تاع الزبده هي كيله ما زهر. طبعا ما نساوش ملعقه صغيره تاع ملح اللي راح تحسن لنا الذوق وتعدله لنا. هذه لاباط هذه هي تقريبا نفسها لاباط نتاع البقلاوه التقليديه. طبعا نبتسوا الفارينه تاعنا مليح كيما راكم تشوفوا، ندخلوا زبده في كل الفارينه، ومن بعد نبداو نلموا بكميه ما زهر. ملاحظه بالنسبه للمزهر، انا ما نخلطش مع الماء، نديروا ما زهر فقط هكا باش يدير طعمه مليحه وباش نستغني على لافاني من جهه. ومن جهه اخرى بغيت برك نولهكم المزهر انه لازم يكون دافي. علاش؟ باش العجينه تاعنا ما تتحببش، لانه الزبده اذا درنا مزهر بارد من الثلاجه ولا بحراره الغرفه فقط ممكن تتحبب لنا هذيك الزبده والعجينه تاعنا ما تجيش يعني ليس. نلموا العجينه تاعنا كيما راكم تشوفوا، فقط ما نعجنوهاش، نلموها مليح. ومن بعد كي نتحصلوا على عجينه ليس ومتجانسه مع بعضها، يعني نتاكدوا من انه الزبده هذيك يعني متوزعه على كل العجينه وعلى كل فارينه. نلموا هذيك لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا، فقط نلموا ما نعجنوش، نلموها ونحطوها في ساشي ونحطوها اكوتي. المرحله الثانيه في هذه الحلوه تاعنا السهله كيما راكم تشوفوا، راح نروحوا نوجدوا الحشو. الحشو تاعنا ما كانش ما اسهل منه. انا فقط هنا خلطت بين الجوز والكاوكاو لانه عندنا مناسبه وبغينا هذه الحلوه يعني تجيب طعمه الجوز. غلبت الجوز على الكاوكاو، لكن هي في الحقيقه راهي تدار بالكاوكاو فقط. معناها احنا فقط يعني بغينا نديروا حلوه يعني بالطبع. زدت لها الجوز، لكن هي في الحقيقه تدار بالكاوكاو فقط، يعني لا احراج في ذلك. هنا قبل ما نروح نرحي الجوز تاعي نحيت الحبيبات اللي راح نزين بهم بعدد حبات الحلوى. بالنسبه للمقادير المضبوطه وقد خرجت لي من حبه، انا هذا المقادير خرجت لي 60 حبه، حوالي 62 حبه. دوك نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. نرحي الجوز تاعي كيما راكم تشوفوا متوسط، ماهوش ناعم ياسر وماهوش خشين. ونكيل عندي درت كيله تاع كاوكاو بزوج كيلات تاع جوز. في المجمل عندنا 3 كيلات تاع مكسرات. وهنايا درت معاهم كيلة ناقصة تاع سكر، سكر عادي، سكر كريستاليزي. ورحت خلطت 2 حبات بيض مع لافاني. هنا فقط هي من الأحسن ديروا حبة بيض كاملة مع صفار، لكن يعني انايا درت يعني 2 حبات بيض وخلطته هكاك وبقى لي شوي منها. معناها المقادير اللي راح نحطها لكم من بعد في صندوق الوصف اللي خرجوا لي 60 حبة راهم يهزوا حبة بيض وصفار. نلم هذيك لافارس تاعي مليح مليح ونعجنها وكأني ندير في عجينة المخبز كما راكم تشوفوا. بالنسبه للبيض حطوه على دفعات، ما تحطوهش مره واحده وعجنوا، لانه السكر عند العجن راح يذوب، وكي يذوب هذاك السكر راح يطلق الماء تاعو، معناها راح يعطينا كميه تاع سوائل، وبالتالي نعجنوه مليح قبل ما نصبوا يعني الكميات نتاع البيض تاعنا. كي نتحصل على عجينه متماسكه كيما راكم تشوفوا، نقدر نتشكلها كيما نحب، نديرها حربوش ونحلها. راح نتوقف هنا، راح نقسم هذيك العجينه تاعي او لافارس تاعي، الحشو تاعي راح نقسمه الى يعني حرابش كيما راكم تشوفوا، ونحلها بالسمك اللي راني انا نحوس عليه. نكمل نحل يعني كامل الكمية تاعي، ونروح نبدأ في عملية تكوين يعني حبات الحلوى تاعنا. نروحوا لاباط تاعنا اللي تكون ارتاحت أثناء ما كنا احنا خدمنا الحشو، نحلوها كيما راكم تشوفوا. بالنسبة للسمك تاعها ما تجيش رقيقة كيما نتاع غروبية الورقة، وما تكونش رقيقة كيما نتاع البقلاوة، راه يجي شوي خشينة، لانه راح نديرو فقط دوره ونص. معناها لاباط تاعنا رانا تجينا شوي خشينه.
وتجي مبسه، تجي هايله. يعني باذن الله اذا جربتوا هذه الوصفه راح تعتمدوها في مناسباتكم في هذا الصيف ان شاء الله. سهله جدا، ما فيها لا طابع لا حاجه بريستيج لا حاجه زايده، اي وحده مبتدئه تقدر ديرها وتنجح فيها. كيما راكم تشوفوا ندور دوره ونص ونحبس. من بعد ما ندير الدوره نص باش نتاكد انه هذيك لاباط تاعي ما تتحلش من بعد في الفور كي تكون طيب، راح نعاود يعني كما شفتوا نحل مليح او بالاحرى نحرك مليح هذاك البودان تاعي ونقصها الى معينات بطريقه سهله جدا. بالنسبه للبنات اللي يخافوا انه الكعبات ما يجيوش قد بعضهم يقدروا يستخدموا المسطره ويقيسوا قد. ندخلها طيب على فرن من التحت ونشعل لها من الفوق تحمر وطيب مليح لاباط تاعنا من الفوق. من بعد نطفي عليها نخرجها وهي هكاك سخونه ونصب عليها العسل وتشرب لنا هي هذاك العسل. نخليوها ليله كامله في العسل، وشي هو بين يعني مده ومده نقلبوها باش تشرب العسل من الاماكن كامل. كيما راكم تشوفوا هنا العسل كامل محسوب راهو تشرب. في اخر خطوه واللي هي تاع التزيين ما كانش ما اسهل منها، راح نجيبو نواه كوكو ونرمدو فيه هذيك الحلوه تاعنا مليح كيما راكم تشوفوا. العسل هذاك راح يحكم في نواه كوكو، ما كانش ما اسهل من هذه يعني طريقه التزيين. كيما قلت لكم لا كلاصاج لا شوكولا، يعني حاجه بسيطه جدا، حاجه من يعني حلوياتنا التقليديه. بعد ما نكملوا كامل حبات الحلوى تاعنا راح نروحوا نجيبوا هذاك الجزء اللي نحيناه في البدايه نغطوه كيما شفتوا في العسل هذاك اللي بقى لنا، ونلصقوها فوق الحبه تاعنا ونخليوها على جهه. من بعد هذيك الحبه تاع الزوز راح تحكم روحها فوق حبه الكاطو تاعنا. يعني كاطو سهل جدا كيما شفتوه وبنين باذن الله راح يعجبكم ويجي طري ومعسل للقلب.